هو يعطي كل محروم يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطي كل محروم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطي كل محروم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطي كل محروم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر كل أم بأن تكون أم، وكل رجل بنعمة الأبوة يا رب المحروم منها يا رب. هنقول الوصفة ونجيبها. الوصفة مش هتزيد عن 25 جنيه تقريبا. 10 جرام عرق ذهب، 10 جرام عرق جناح، 10 جرام بهمن أحمر، 25 جرام طلع نخيل، 10 جرام جينسينج أحمر أو كوري أو أي نوع من أنواع الجينسينج مفيش مشكلة، 10 جرام لبان ذكر. بس في معلومة نسيت أقولها، معلومة مهمة جدا. الوصفة اللي موجودة دلوقتي على الشاشة خلي بالكم خاصة بانعدام الحيوانات المنوية عند الرجال والعقم عند الرجال، ولكن بشرط وجود الأمهات في الخصية. يعني مثلا ما يجيش واحد عنده الأمهات اللي في الخصية أصلا ميتة ويقول لي لا أخذ الوصفة دي، ما تنفعش معاه. لازم الأول الأمهات تبدأ تشتغل في الخصية وبعد كده تاخد الوصفة اللي هتظهر على الهواء دلوقتي. الوصفة 10 جرام، ودي بشرى أنا بسوقها لكل مبتلى إن شاء الله عز وجل، بسوقها لكل محروم، بشرى وفرجة وفرحة وأمل لكل مسلم إن شاء الله عز وجل نفسه يكون أب. هنقولها تاني إن شاء الله. بشرى لكل أب، بشرى لكل أم، بشرى لكل جد نفسه يشوف ابن ابنه، بشرى لكل محروم، أمل لكل يائس. هناخد دلوقتي إن شاء الله عز وجل الوصفة بإذن الله عز وجل، ونتيجتها بفضل الله ممتازة جدا جدا جدا. ومن أفضل القصص اللي أنا يعني جربتها مع الوصفة دي إن كان في راجل يعني مستحيل ينجب، هذا في عرف البشر، أما في عرف البرية إن هو لا ينجب، أما في عرف رب البرية فإنه إيه قادر على كل شيء، إنما يقول شيء كن إيه كن فيكون. الراجل دوت كان عنده ضمور في خصيتين، وكان عنده انعدام في الحرم، وكان عنده الكبد بايظ، وكان عنده السكر، وكان عنده فالمشكلة أنا الراجل يعني تقابلت معه قدر، فقال لي الحقني، ده أنا بقالي دلوقتي 3 سنين بدور عليك مش بوصل. خير. قال بصيت على التحاليل، فبص في التحاليل كده، أقول له حضرتك أنت اللي يعني حضرتك اللي بتكلمني صاحب التحاليل دي؟ قول لي اه. قول لي يعني حضرتك أنت يعني صاحب التحاليل دي أنت اللي قاعد معايا؟ أقول له اه. فطبعا أنا خيل إلي إن لم أصدق هذه التحاليل، فطبعا ما كان مني إلا أنا بشرته وقلت له أبشر وأبشر وأبشر وأبشر. ففعلا الراجل بدأ يزورني في المنزل، فبدأت يعني بصدق يعني أتحدث معكم بكل صدق ويعني بدون كذب، بدأت أتعامل معه بهذه الوصفة على أساس أنه من المحال أن يشفى. هذا في عرفي أنا كطبيب، ولكن في عرف رب الأطباء لا يعجز هذا الأمر على الله عز وجل. فبدأت أديله الأمور، يعني أديله الأمر دوت حتى لا يقول إن أنا راجل فقير يأبى أن يعطيني هذه الوصفة لأني فقير. فبدأ له كده يعني. فمرت الأيام فوجدت نسيبه بقى اللي هو أبو زوجته، احضن في خير يا عم، قال زوجته حامل. طب حامل من ايه؟ فأنا حامل ازاي؟ مش ممكن. فقال والله حامل. فقلت له أين التحاليل؟ قال والله ذهب إلى مستشفى جامعة الزقازيق والأطباء هناك قالوا قال معظم الأطباء آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. فعلا الآن ابنه الآن ما شاء الله عنده يمكن 4 سنوات اسمه محمد. فلا تيأس من رحمة الله عز وجل، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. وأبشر إن شاء الله عز وجل، أبشر إن شاء الله عز وجل، أبشر إن شاء الله عز وجل. هنقول وصفة تاني بس برضه بنعتذر للناس اللي هي بتتصل مش عارفه تدخل لنا دلوقتي. ان شاء الله هنفتح بالمداخلات بعد قليل مع الاستاذ حميد ان شاء الله. وصفه الحاجه النوويه، وبعد كده هناخد بعض العلماء يتكلموا معانا ان شاء الله. 10 جرام عرق ذهب، 10 جرام عرق جناح، 10 جرام بهمن احمر، 25 جرام طلع نخيل، 10 جرام جينسينج، 10 جرام لبان ذكر، 10 جرام معذرة 10 جرام لبان ذكر، 25 جرام شرش زلوع، 25 جرام شرش زلوع، 10 جرام زنجبيل، 10 جرام خلنجان، 10 جرام كرفس،
25 جرام بسباسة، 25 جرام قرفة إندونيسي، 10 جرام بذر بصل، 25 جرام دار صيني، 10 جرام حب رشاد، 10 جرام بذر كتان، 25 جرام ايكر، 25 جرام حبوب لقاح. نقول وصفة تاني لعل في حد ما لحقش يكتبها، لعل تكون سبب في ان واحد ربنا يمن عليه ويقر عينه ويطمن قلبه بشفاء ابنه. 10 جرام عرق دهب، 10 جرام عرق جناح، 10 جرام بهمن احمر، 25 جرام طلع نخيل، 10 جرام جينسينج، 10 جرام لبان ذكر، 25 جرام شرش زلوع، 10 جرام زنجبيل، 10 جرام خلنجان، 10 جرام كرفس، 25 جرام بسباسة، 25 جرام قرفة إندونيسي، 10 جرام بذر بصل، 25 جرام دار صيني، 10 جرام حب رشاد، 10 جرام بذر كتان، 25 جرام ايكر، 25 جرام حب لقاح. طريقة الاستعمال عم الشيخ. أولا كما سبق أن ذكرت أن التداوي بطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحتاج إلى اليقين. يحتاج أن أنت تبقى عندك يقين بنسبة 100% في طب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هناخد معلقة على كوباية مية ونغليها كويس، وبعد ما نغليها كويس هنحليها بعسل نحل ونشرب منها يوميا على الريق. بعد شهر من النهارده ان شاء الله عز وجل بعد ما تجيبها حلل، هتلاقي ان شاء الله في تحسن. داوم على الوصفه هتلاقي في تحسن لما ربنا يمن عليك وتتحسن تماما 100%. وابشر ابشر ابشر ايها المحروم.